السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا دكاترة، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. معكم محمود سمير أمرة، معيد بكلية العلاج الطبيعي جامعة السويس ومؤسس بي تي جايد أكاديمي. هتكلم النهاردة في المحاضرة الرابعة من فيديوهات كتاب نيومان، أو كما يسمى بالكاينسولوجي اوف ذا ماسكولوسكيليتال سيستم. وده طبعا بناء على رغبة العديد من الناس محتاجين فيديوهات ميكانيكس أو محتاجين شرح كتاب نيومان، لأن طبعا كتاب نيومان من الكتب يعني الشبه يعني صعبة شوية. فإن شاء الله هنبدأ يعني زي ما تعودنا شرح كتاب نيومان من الأول. وطبعا كل الكلام ده أو كل شرح ده احنا لسه في شابتر 1. وبرضه في ناس محتاجة شرح كتاب كارولين، فهنحاول قدر الإمكان نعمل ميكس ما بين كتاب كارولين وكتاب نيومان. عنوان محاضرة النهاردة هتكلم عن 4 حاجات، يعني الدنيا بسيطة بإذن الله. هتكلم عن الانترنال فورس والاكسترنال فورس والكومبوننت اللي احنا بنستخدمها علشان نصف هذه الفورس، وهنطبق بمثال في جسم الإنسان. طبعا يعني فيديوهات كتاب نيومان ليها بلاي ليست كاملة على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا لها في أي وقت. بداية كده، يعني ايه فورس؟ انا والله يعني زي المثال اللي احنا شايفينه قدامنا دي، البنت بتزق كرسي، تمام؟ يعني في فورس بتأثر على الكرسي. يعني بالبلدي خالص الفورس في قوة او هي قوة، القوة دي ممكن تبقى internal او ممكن تبقى external. يعني احنا عندنا الفورس ممكن نقسمها ل 2 categories، قسمين، قسم او نوع external force ونوع internal force. طيب بالنسبة للبنت دي، هي في قوة خارجية اللي هي البنت بتأثر على الكرسي، ده بس example او نوع على الاكسترنال فورس. طيب بالنسبة لطاحونة الهواء دي، في هواء بيلف الريش بتاعت الهواء، ده اكسترنال فورس. هل الطواحين دي بتلف لوحدها؟ لا، ده الهواء هو اللي بيلفها. يبقى في مؤثر خارجي هو اللي بيأثر على الجسم، تمام، او الاوبجكت، يبقى ده اكسترنال فورس. طيب ده برضو اكسترنال فورس، ليه؟ لان في مؤثر خارجي بيأثر على الاوبجكت بتاعي. طيب بالنسبه للمثال ده، المثال ده بتاع الشجره فيه التو تايبس. والله احنا عارفين ان في هواء جاي اهو من الجنب، الهواء ده بيأثر لي على الاشجار والفروع والورق، ده نوع او مثال على الاكسترنال فورس. طيب الجدر ده، ما هو الجدر ده لازم يبقى فيه مقاومة للهواء علشان الشجرة ما تقعش، فالشجرة بتطلع فورس بتعاكس او بتكون في الاوبوزيت دايركشن بتاع الاكسترنال فورس. يعني في فورس جايه كده وفي مقاومه من الجدر علشان الجدر ده او الشجره ما تقعش. يبقى اللي من جايه من بره اللي هو الهواء جايباه ده اكسترنال فورس، واللي طالعه لي من الجدر ده internal فورس. الانترنال فورس زي ما هو مكتوب كده prevents it from falling down، يعني هي بتمنع الشجرة انها تقع. يبقى ده مثال للاكسترنال فورس والانترنال فورس. اللي انا عايز اقوله ان احنا بكل بساطة عندنا نوعين، نوع اكسترنال، هذا الاكسترنال بيكون في مؤثر خارجي بيقع تأثيره على الاوبجكت، تمام، سواء جسم بقى مصل اي حاجة، المهم ان في مؤثر واوبجكت، تمام، زي الهواء اللي هيوقع الشجره، زي البنت اللي بتحرك الكرسي، زي الهواء اللي بيدور الطواحين. طيب بالنسبه للانترنال فورس، الانترنال فورس دي قوه بتتولد عكس او علشان تعاكس مقدار الاكسترنال فورس، تمام، زي ده الهواء والله هيوقع الشجره، فاوتوماتيك الجدر او جدر الشجره هيطلع لي قوه انترنال عشان تعاكس الاكسترنال فورس. زي مثلا ما اجي اكسر مسطره، المسطره لو يعني ما فيهاش درجه من الليونه شويه او صلابه ماسكه نفسها شويه، هعملها تك هتتكسر، فبتطلع لي ريزيستنس، مقاومه لحد ما تتكسر، تمام. طبعا في بعض الاحيان الاكسترنال فورس بتساوي الانترنال فورس، فالمسطره مش هتتكسر، انا بزق بضغط والمسطره بتطلع لي مقاومه. طيب هتتكسر امتى؟ لما الاكسترنال فورس هتكون اعلى من الانترنال فورس، تمام، فالمسطره هتبقى معاها تتكسر او تنتني يعني.
يبقى اللي احنا قلنا لحد دلوقتي والله الفورسز بتنقسم ل two major categories internal و external. الانترنال فورس ده بتطلع من الستراكشرز، بتكون من داخل الاوبجكت او من داخل جسم الانسان. مثال على كده الاكتيف فورسز، العضلات بيحصل لها كونتراكشن، العضله لما يحصل لها كونتراكشن هتطلع لي internal force. ونوع اكتيف يعني انا اللي بعمله، تمام. طيب على الجانب الاخر في اكتيف يبقى في باسيف. الباسيف فورسز احنا عارفين ان بيري ارتيكولار كونكتيف تيشو زي الكبسول والليجامنتس والحاجات اللي هي بتبقى ايه بتسراوند الجوينت، الحاجات دي اسمها باسيف ستراكشرز. اي تنشن الاوبجكتس دي او الحاجات دي بتطلعها ده يقع تحت الكاتيجوري بتاعه الباسيف فورسز. يبقى دلوقتي احنا هنعمل مخطط، المخطط هيبدا بفورس، الفورس دي هتنقسم لانترنال واكسترنال. سيبك من الاكسترنال دلوقتي، الانترنال فورس يعني الستراكشرز اللي جوه جسم الانسان هي اللي هتطلع لي الفورس بتاعتي. طيب الانترنال فورس دي ممكن يا تبقى اكتف او باسيف. الاكتف ده يعني عن طريق عضلات، كونتراكشن من عضلات. طيب الباسيف عن طريق ايه؟ عن طريق ان البيري ارتيكولار كونكتيف تيشوز زي الليجامنتس بتعمل لي او بيكون فيها تنشن، ده بيصنف باسيف، تمام. ولكن باسيف انترنال فورس. يبقى تاني فورسز تحتها الانترنال، هذه الانترنال بتنقسم لاكتف وباسيف. اكتف زي العضلات وباسيف زي الليجامنتس. طيب الاكسترنال، اكسترنال والله يعني بكل بساطه واحد زق كرسي. طيب هنطبقها ازاي؟ الجرافيتي، انا سبت ايدي على الكرسي فالجرافيتي هتشد دراعي لتحت، ده اكسترنال فورس. اكسترنال فورس نوع من انواع القوه بتاثر لي على اي سيجمنت او اي اوبجكت او على جسم الانسان، ده زي الجرافيتي بياخد الايه؟ بياخد السيجمنت لتحت اتجاه الارض. يبقى تاني الفورس انترنال واكسترنال. انترنال يعني جسم الانسان هو اللي بيخرجها لي في اوبجكت زي العضلات والليجامنتس والحاجات دي. الاكتيف زي التنشن او الفورس اللي بتطلع من العضلات، والباسيف هو التنشن اللي بيطلع من الليجامنتس والكبسول. طيب الاكسترنال فورس، الاكسترنال فورس دي والله زي الجرافيتي بتشدني للارض او بتشد دراعي للارض. طيب الاكتيف فورس دي اصلا دي اعلى نوع او اكبر نوع من الانواع الانترنال، ده the most largest force في الانترنال فورسز كلها. ده بالنسبه للانترنال والاكسترنال فورس. هنشوف في المثال ده تطبيق على الانترنال فورس والاكسترنال فورس. هو اول حاجه قالها لك خلي بالك السهم اللي هو عليه راس ده لازم يكون ليه سهم براس كده، تمام. السهم ده عبارة عن الفورس، فالفورس لازم يعني نرسم لها فيكتور كده سهم، تمام. قال لك ملحوظة، الفيكتور ده عبارة عن كمية او كوانتيتي، لازم علشان اصفها لازم يكون عندي ماجنتيود مقدار واتجاه. يعني انا اقول لك والله الفورس دي مقدارها كذا ورايحه في اتجاه كذا، تمام. يعني رايحه فوق تحت يمين في شمال. طيب انا اقول تحت وفوق ويمين وشمال ازاي؟ عن طريق السهم ده. طيب بالنسبه السرعه، السبيد والماس، الكتل والحاجات دي حاجه اسمها سكيلر كوانتيتيز ولكن ليست فيكتور. فانا علشان افرق ده حاجه بقى رياضيات شويه، في فيكتور وحاجه اسمها يعني فيكتور كوانتيتيز وحاجه اسمها سكيلر كوانتيتيز. السكيلر دي هي ليها مقدار ولكن ليس ليها اتجاه، تمام. يبقى الفيكتور ليه مقدار واتجاه، اما السكيلر ملهاش اتجاه، ليها مقدار بس، تمام. يبقى السكيلر اهو quantity that is completely specified by its magnitude but has no direction. يبقى هو عنده مقدار ولكن ليس له اتجاه. ده للناس بتاع سنة أولى
الناس اللي في طلبة سنة أولى يعني دول عندهم الحاجات دي سكيلر كوانتيتيز والفيكتور. يبقى تاني الفيكتور ده زي الايه، زي الفورس، ليه مقدار والاتجاه. مقدار والله كذا نيوتن، والاتجاه هقول لك والله الفورس دي طالعه لفوق. طيب بالنسبه للحاجات اللي ملهاش اتجاه، لها مقدار فقط، اسمها سكيلر. يبقى السكيلر ده كميه لها مقدار ولكن ليس ليها اتجاه. لو بصينا على هذه الصورة احنا هنلاقي عضلة، دي عضلة البايسبس، ومش هقول لك عليها سهم لفوق، ده بيدل ان في تنشن طالع من البايسبس اسمه internal force، ووزن الدراع لتحت مش هقول لك عليه بالسهم الاسود ده external force. تمام، ده بالنسبة لأول صورة. جالك على الصورة التانية رسم لك سهم أزرق كده وقال لك حاجة اسمها joint reaction force. ايه الكلام ده؟ احنا هنشرح الصورة الأول. والله في تنشن بيطلع لفوق من العضلة، ده الانترنال فورس. تمام، وفي تنشن عن طريق الويت بتاع الدراع والجرافيتي، ده اكسترنال فورس. تمام، لو الدنيا اقتصرت على كده بس هتلاقي ايه؟ هتلاقي الدراع طالع لفوق. تمام، علشان العضلات او العضله هتطلع لي تنشن اعلى من الاكسترنال فورس. فعلشان الدنيا تبقى متساويه وفي اتزان هيبقى في فورس اسمها، او فورس ثالثه اسمها جوينت رياكشن فورس. فدلوقتي ايه وظيفه الجوينت رياكشن فورس؟ والله الجوينت رياكشن فورس دي وظيفتها كالاتي. لو مفيش عندنا الجوينت رياكشن فورس زي ما قلت من شويه، التنشن او الفورس اللي طالع من العضله اللي هو الانترنال فورس بيكون قوي، فهتلاقي دراعه طالع لفوق في upward movement. طيب انا عشان اوازي الدنيا في قوه بتطلع لي من الجوينت اسمها جوينت رياكشن فورس. تمام، فالجوينت رياكشن فورس دي بسبب وجود الاكسترنال فورس او الاكسترنال لود علشان توازن الكفتين، فتعمل لي حاله من الاتزان او الايكوليبريم، كأن في كفة والله او كفتين، يعني في واحدة فيها كيلو والتانية فيها نص كيلو، فانا هحط النص يعني نص زيادة على النص اللي معايا علشان يبقى ده هنا كيلو وده كيلو، فالدنيا تبقى في حالة اتزان. تمام، ده ملخص سريع للي شفناه في الصورة. يبقى دلوقتي عندنا والله الانترنال فورس ده بسبب ان في تنشن طالع من العضلة، والاكسترنال فورس ده بسبب وزن الويت بتاع الايد والافكتيف جرافيتي، وبتدخل معاهم اللاعب التالت اللي هو جوينت رياكشن فورس علشان تبقى الدنيا متزنه وفي حاله من الايكوليبريم. طيب عشان انا اصف الفيكتور ده او اصف الفورس ده اصفه ازاي؟ والله بيقول لك في 4 كومبوننتس بنستخدمهم في الميكانيكا علشان اصف الفورس او الفيكتور. اول واحده الماجنتيود، ما احنا عارفين من دقيقتين بالظبط ان الفيكتور ليه ماجنتيود وليه دايركشن. يبقى اول حاجه الماجنتيود. الماجنتيود ده اللي هو المقدار، مقدار عن طريق بعرفه عن طريق اللينس، يعني اقول لك والله طول السهم قد كده. تمام، ده هنشوفه كمان شويه. يبقى الماجنتيود بعرفه عن طريق او بيترسم او بيعبر عنه اللينس. طيب حاجه تانية الدايركشن. تمام، الدايركشن والله طالعه لفوق. ازاي بقى؟ عن طريق السهم ده. تمام، طالعه لفوق، هنا طالعه لتحت. احنا دلوقتي في عندنا حاجه اسمها الكوردينيت سيستم اللي هو الرسم البياني ده، هنشوفها دلوقتي كمان شويه. في احنا عندنا محور السينات ومحور الصادات، في سين موجب وسين اللي هو سين شرط اللي هو السالب، وهكذا صاد موجب وصاد شرط اللي هو صاد سالب. فهو ممكن الدايركشن ممكن يمشي لي في الواي بوزيتيف او الواي نيجاتيف او الاكس بوزيتيف او الاكس نيجاتيف، يعني الكلام ده معناه سين الموجب والسين السالب. هنشوف الكلام ده دلوقتي. يبقى اول حاجه او اول كومبوننت ممكن نستخدمه عشان نصف بيه الفيكتور الماجنتيود، ده عن طريق طول السهم والدايركشن فوق تحت يمين شمال. تمام، او بالكلام بقى العلمي واي واكس. طيب حاجه ثالثه اسمها spatial orientation. يعني spatial orientation ده بيوضح لي والله السهم ده مكانه فين بالظبط.
البوزيشن بتاع الارو، او الزاويه اللي بيعملها السهم ده مع الكوردينيت سيستم. يعني ايه كوردينيت سيستم؟ ده اللي هو يعني الرسم البياني ده هنشوفه دلوقتي. يبقى ده كده اسمه كوردينيت سيستم، اللي هو المحاور السين والصاد او الاكس والواي. يبقى الزاويه اللي هيعملها السهم مع الكوردينيت سيستم ده اللي هو ريفرنس كوردينيت سيستم، ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو حاجه اسمها سبيشال اورينتيشن. يعني بيقول لك والله السهم ده مكانه فين بالظبط، او الارو ده مكانه فين بالظبط، حاجه اسمها سبيشال اورينتيشن. طيب بالنسبه لاخر حاجه بقى اللي هو البوينت اوف ابليكيشن، ده البيز بتاع الفيكتور ارو، اللي هو البدايه هنا كده. تمام؟ يبقى ده البدايه اللي هو ايه؟ اللي هو البوينت اوف ابليكيشن. طيب انا دلوقتي والله قبل ما نروح للكوردينيت سيستم هنشوف هنطلع المكونات دي منين. اول حاجه الماجنتيود، طول السهم او طول الارو. سباتيال اورينتيشن اللي هو الزاويه، هو عامل زاويه 90 مع الفور ارم، ده سباتيال اورينتيشن. دايركشن طالع لفوق. بوينت اوف ابليكيشن اللي هو بادئ من هنا، تمام؟ او هنا نفس الكلام، بادئ من هنا. البوينت اوف كونتاكت، تمام؟ وهنشوف الكلام ده دلوقتي. البوينت اوف كونتاكت او البوينت اوف ابليكيشن ده بيكون الانسيرشن بتاع العضله، تمام؟ الانسيرشن بتاع العضله هو البوينت اوف كونتاكت او البوينت اوف ابليكيشن. طيب حاجه اسمها انجل اوف انسيرشن. الانجل اوف انسيرشن دي عباره عن الزاويه اللي بيكونها لي التندون بتاع العضله مع اللونجيتيودنال اكسس بتاع البون اللي بتعمل لي فيها انسيرشن، تمام؟ يبقى دلوقتي احنا عندنا كذا حاجه. اول حاجه الماجنتيود عباره عن اللينث بتاع الارو او الطول بتاع السهم. سبيشال اورينتيشن الزاويه اللي بيعملها لي السهم مع الريفرنس كوردينيت سيستم اللي هو المحاور السين والصادات، اللي هو الرسم البياني اللي احنا شفناه من شويه ده. الدايركشن فوق ويمين وتحت وفوق والكلام ده اللي هو محاور السين بوزيتيف ونيجاتيف، وواي واي واكس، يعني بوزيتيف ونيجاتيف. بوينت اوف ابليكيشن ده اللي هو البيز، او لو طبقناها على عضله اللي هو الانسيرشن بتاع العضله. في حاجه اسمها انجل اوف انسيرشن، دي الزاويه اللي التندون بيعمل لي انسيرشن. يعني احنا عارفين العضله بيبقى نهايتها تندون، التندون ده بيعمل انسيرشن في البون. الزاويه اللي بيعملها التندون في البون دي الانجل اوف انسيرشن. ده اللي احنا اخدناه في السلايد دي. يبقى تاني والله في فورس طالعه فوق، ده الانترنال فورس طالعه لي من العضله، واكسترنال فورس ده بسبب الويت بتاع الفور ارم والافكت اوف جرافيتي، تمام؟ وظيفه الجوينت رياكشن فورس عشان بتدخل كلاعب ثالث او كطرف ثالث في المباراه علشان تعمل لي ايه؟ عشان تعمل لي الاتزان او الايكوليبريم. ماجنتيود، سبيشال اورينتيشن، دايركشن، بوينت اوف ابليكيشن. هنشوف كل الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. ده السهم اهو، هنعرف دلوقتي ده الماجنتيود، تمام؟ وده الدايركشن رايح ليم الشاشه يمين الشاشه، تمام؟ طيب والتيل او النقطه دي اسمها البوينت اوف ابليكيشن. طيب والله هو عمل لي زاويه، دي اسمها سباتيال اورينتيشن. بس ده بكل بساطه على سهم. هنا البوينت اوف ابليكيشن بزق مكعب. طيب والله الدايركشن ماشي كده، بزقه في مقدار 10 نيوتن، ده مقدار او الماجنتيود بتاع الفورس. طيب الدايركشن كده، طيب عملت زاويه مثلا، ده البيز اهو، دي البوينت اوف ابليكيشن. طيب الزاويه عملتها دي اسمها سباتيال اورينتيشن. طيب الفورس ده حاجه زياده، ممكن والله يعني الاتنين بيتزقوا في اتجاه واحد، يعني اتجاه كده، فورس كده وفورس كده، تمام؟ طيب يعني لو عايز اجمعهم بقى واعرف مجموعهم هجمعهم على بعض. طيب والله في واحد بيزق في الاتجاه ده، واحد بيزق في الاتجاه ده، فالمحصله الاكبر ناقص الاصغر. اللي انا عايز اقوله لك والله ان في الفورسز لو في قوتين يعني ممكن يكونوا في السيم دايركشن او في الاوبوزيت دايركشن، الكلام ده زياده. اللي انا عايزك تعرفه دلوقتي ده الاربعه كومبوننت طلعهم ازاي. ده الماجنتيود، وده الدايركشن، ده البوينت اوف ابليكيشن، والزاويه اللي بتبقى هنا دي اسمها سباتيال اورينتيشن. على الرسم البياني ده محور الواي، واي شرط اللي هو واي بوزيتيف وواي نيجاتيف، اكس بوزيتيف واكس نيجاتيف. هنطلع والله سهم اهو. هذا السهم ليه 4 كومبوننت. طول السهم ده الماجنتيود،
السهم او راس السهم رايحه كده، يعني رايحه لايه؟ لاتجاه اكس شرطه كده، ده رايح في الاتجاه ده الدايركشن بتاعه. الاوريجن بتاعه ده البوينت اوف ابليكيشن، الزاويه دي اللي اسمها سباتيال اورينتيشن. هنشوف بقى ده اعاده للجزء اللي فات من شويه. زي ما قلنا والله احنا عندنا فورس، الانترنال فورس طالعه عن طريق العضله دي بتعمل لي انترنال فورس، بتعمل لي ابورد يعني موفمنت، يعكسها اكسترنال فورس اللي هي الويت اوف ذا فور ارم مع الايفكت اوف جرافيتي. هو هنا كتب لك ايه؟ all forces acting on the body cause a potential translation of the segment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله اي فورس او اي قوه بتؤثر على الجسم هتعمل له ترانزليشن، هتعمل له شويه حركه. ولكن الحته دي مهمه، translation of the segments depend on، يعني هو مش اي حركه وخلاص. كميه الحركه اللي بتحصل بتكون the net effect of all applied forces. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كميه الموفمنت اللي بتحصل او الترانزليشن اللي بتحصل في الاخر بتكون المحصله النهائيه. يعني انا مش مجرد هحسب الانترنال فورس بكام او بقد ايه، او الاكسترنال فورس بكام او بقد ايه، لا، ولا الاثنين دول بس، ده انا هدخل معاهم الجوينت رياكشن فورس. الثلاثه دول هيطلعوا لي المحصله النهائيه ذا نت افكت. يعني هل بعد تدخل الانترنال فورس وتدخل الاكسترنال فورس وتدخل الجوينت رياكشن فورس هل هيحصل موفمنت ولا لا؟ ولو هيحصل موفمنت فوق ولا تحت، ده كده النت افكت اللي هو المحصله النهائيه. نرجع للنقطه اللي انا قلتها من دقيقتين بالظبط. هنا في المثال ده عارفين وقلت من اول محاضره ان الماسل فورس ده بيطلع لي اعلى انواع الانترنال فورس، فهو الماسل فورس هنا اعلى 3 مرات من الويت بتاع الفور ارم. فهو لو انا حسبتها، يعني انا لو عملت اكس على الجوينت رياكشن فورس كده وبصيت على الجزء ده بس، يبقى ايه معايا؟ انترنال فورس واكسترنال فورس، هحسب عليهم. لو حسبت عليهم بس هلاقي ان المحصله ان الفور ارم هيطلع لي لفوق. ليه؟ لان هنا 3 وهنا 1، 3 ل1، هنا اعلى 3 مرات من الاكسترنال فورس. فانا هتغلب على الوضع ده ازاي؟ هتغلب على الوضع ان الجوينت رياكشن فورس بتتدخل في الوقت ده. الجوينت رياكشن فورس هتمنع ده من الحدوث. ليه؟ علشان والله الجوينت رياكشن فورس بتساوي، نركز، الجوينت رياكشن فورس بتساوي الفرق ما بين الانترنال والاكسترنال. يعني فرضا هنشبهها بمثال بسيط، هنا 3 وهنا 1، علشان الدنيا تبقى متزنه 3 ناقص 1 2، يبقى الجوينت رياكشن فورس دي ب2 تساوي 2. يبقى الجوينت رياكشن فورس بتساوي الفرق ما بين الانترنال فورس والاكسترنال فورس، فالوضع هيبقى في حالة من الاتزان. يبقى المحصلة النهائية الدراع هيبقى ثابت في مكان ما فيهوش اي موفمنت. ليه؟ لان الدنيا كلها متزنة. والله الفرق ما بين الانترنال والاكسترنال يساوي الجوينت رياكشن فورس. ليه اصلا ده حصل؟ علشان انا عايز الجوينت رياكشن فورس تتدخل عشان تمنع الابورد موفمنت. يعني انا مثبت دراع اهو، العضله بتنقبض ويقابلها اكسترنال ويقابلها برضو جوينت رياكشن فورس بتمنع الاكسلريشن او الابورد اكسلريشن بتاع الفور ارم. يبقى تاني والله اخدنا نربط بقى كل حاجه على الرسم. اخدنا من شويه الفورسز، عرفنا لها انترنال واكسترنال، والانترنال فيها اكتف وباسيف، الاكتف عن طريق العضلات والباسيف عن طريق البيري ارتيكولار كونكتيف تيشوز اللي هو الليجامنتس والحاجات دي. طيب والاكسترنال زي والله الويت بتاع الفور ارم او الافكت اوف جرافيتي، او انا بزق حاجه او هوا بيزق حاجه. تمام. طيب دلوقتي هنطبق، والله ده الماجنتيود وده الدايركشن وده البوينت اوف ابليكيشن وده السباتيال اورينتيشن بتاع الارو، وعرفنا ان في حاجه اسمها سكيلر كوانتيتي وحاجه اسمها فيكتور كوانتيتي.
تمام. الفورس فيكتور ليه؟ لان لها ماجنتيود مقدار وليها اتجاه دايركشن. طيب دلوقتي في قوه فوق اللي هي الانترنال فورس عن طريق العضله، وقوه تحت اكسترنال فورس عن طريق الويت اوف ذا فور ارم والافكت اوف جرافيتي. لو انا لغيت الصوره دي كده تمام واشتغلت على دي بس، هيحصل ابورد موفمنت. ليه؟ لان الانترنال فورس اعلى 3 مرات من الاكسترنال فورس. انا مش عايز ده يحصل، فالجوينت رياكشن فورس طبيعي بتتدخل علشان تعمل حاله من الاتزان. طيب الاتزان ده هيحصل ازاي؟ والله الفرق ما بين القوتين اللي هي الانترنال فورس والاكسترنال فورس هتعوضوا الجوينت رياكشن فورس. يبقى الانترنال فورس ناقص الاكسترنال فورس، يعني مثلا لو دي 3 ودي 1 هيطلع 2، يبقى الجوينت رياكشن فورس دي ب2. ليه؟ لان الفرق ما بينهم الديفرنس ما بين الانترنال والاكسترنال فورس يساوي الجوينت رياكشن فورس. يبقى هو كاتب لك بات واي اهو، الماجنتيود بتاع الجوينت رياكشن فورس يساوي الفرق ما بين الماسل فورس والاكسترنال فورس. علشان كده the sum of all، كاتب لك all يعني التجميع بقى اللي هي النت افكت ما بين الانترنال والاكسترنال والجوينت رياكشن فورس، الفور ارم هيكون بالانس ما فيهوش اي موفمنت. النت اكسلريشن از بالانسد. ليه؟ لان التجميع بتاعه الثلاث قوى دول اللي هو الانترنال فورس والاكسترنال فورس والجوينت رياكشن فورس تجميعتهم هتساوي ان الدراع يفضل ثابت. ليه؟ لان الجوينت رياكشن فورس دخلت تمام مقدارها يساوي الفرق ما بين الانترنال والاكسترنال فورس. ده تفسير ان الجوينت رياكشن فورس ده هيمنع حركه الدراع لفوق. تمام. ده كان مقدمة في الانترنال فورس والاكسترنال فورسز. لسه الكلام طويل في الموضوع ده، هتكلم المرة الجاية في التورك، هناخد برضو الانترنال تورك والاكسترنال تورك. اتمنى ان الدنيا تكون سهلة وبسيطة. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.